من محل صغير لسلسلة محلات عالمية، من براند واحد لبراندات كتير جدا، ومن عامل بالأوتيلات لمالك أوتيلات ومطاعم، ومن سائق تاكسي لثالث أغنى راجل في دبي ومن أغنى أغنياء العالم. موكيش جاغتياني، أو زي ما متعارف عليه والناس عارفاه ميكي الهندي الأصل، والده هاجر للخليج قبل ميلاده بسنة، يعني كانت سنة 1950، وميكي اتولد سنة 1951. لما كبر شوية وجي سن دخوله للمدرسة، والده بعته على مومباي علشان يتعلم هناك، ولما خلص تعليمه الأساسي سافر تاني وراح لندن علشان يكمل دراسته الجامعية ويدرس هناك المحاسبة. ولما اتخرج ابتدى يشتغل في لندن، بس للأسف ما اشتغلش وقتها بشهادته، اشتغل كعامل في الأوتيلات واشتغل كمان سواق تاكسي في شوارع لندن. بعدها بفترة قصيرة قوي والده واخوه اتوفوا واضطر يرجع تاني للخليج، وورث عنهم $6000. $6000 دول هم كانوا أول بذرة في مشروعه اللي فتحه سنة 1971 في البحرين. وقتها فتح محل لبيع مستلزمات الأطفال، وكان مختار جمهوره المستهدف بعناية ودقة. ما كانش محدد أي حد عنده بيبيهات، لأ، كان محدد المهاجرين اللي جايين من شمال آسيا إن هم دول التارجت أودينس اللي هو مستهدفهم. ميكي ابتدى يتوسع ويعمل علامات تجارية كتير، بس كلها كانت تحت العلامة التجارية الأم لاند مارك. أهم العلامات التجارية اللي ميكي أسسها هي سنتر بوينت، لأن فكرة سنتر بوينت كانت فكرة جديدة ومختلفة عن الماركت وقتها. ما كانش منتشر زمان في الفترة دي إن أنت تدخل ستور واحد تجيب كل حاجة أنت محتاجها، تلاقي قسم للأطفال وقسم للكبار وقسم للملابس وقسم للأحذية. ميكي حقق النجاح ده بسنتر بوينت اللي كان بيضم أكتر من علامة تجارية جواه، زي مثلا لايف ستايل وشو مارت وسبلاش وبيبي ستور، اللي كانوا كلهم موجودين جوه سنتر بوينت، يعني جوه ستور واحد في أكتر من 4-5 ستورز. مين فينا وهو صغير ما كانش عنده حد مسافر الخليج وكان بيجيب له هدايا من سنتر بوينت ومن محل الأطفال، وعنده لحد دلوقتي الشنط البيضة دي موجودة في بيته؟ الموضوع الأول ابتدى في الخليج قبل ما يوصل مصر، فبعد نجاحه في البحرين وخلال ما نقل شركته الأم لدبي سنة 1992، ميكي ابتدى ينشر فروعه في بلاد تانية كتير. أبرزهم كانت دول الخليج زي السعودية وقطر وعمان، ودول زي مصر والأردن وماليزيا وأندونيسيا. ابتدى يتوسع بالبراندات بتاعته، وابتدى يتوسع كمان في البلاد اللي هو موجود فيها. سنة 1992 بقى ميكي نقل شغله كله وراح دبي، وبقت هي مقر لاند مارك من وقتها لحد ما توفى ولحد كمان يومنا هذا. ميكي بدأ بدون خبرة وبراس مال تكاد تكون بسيطة جدا، بس كان عنده على طول استراتيجية للنجاح، وكان على طول بيفكر وبيبص لقدام. كان بيفهم قوي وبيركز مع جمهوره المستهدف ومع الاحتياجات بتاعة جمهوره، وبيبيع بأسعار تنافسية، وده اللي خلاه في خلال كام سنة يحقق نجاح كبير قوي. وراس ماله اللي كان بس $6000 بقى بلايين الدولارات. ميكي كمان كان بيهتم جدا بالموظفين بتوعه، وبيهتم ان هو يديهم دورات تدريبية علشان يحسن من ادائهم الوظيفي دايما. كمان كان مخصص جزء من وقته وجزء من فلوسه للأعمال الخيرية. ومع السنين كانت بتشاركه في إدارة مجموعات لاند مارك زوجته وأولاده اللي مكملين بنفس خطاه. ميكي توفى سنة 2023، وأولاده لسه مكملين لاند مارك ولسه مكملين كل البراندات اللي والدهم تعب فيها وبدأها. صنفته فوربس كثالث أغنى راجل في دبي، رقم 511 في العالم. بدأ برأس مال $6000 وتوفى وثروته $5.2 بليون. لاند مارك دلوقتي بيشتغل فيها أكتر من 150 ألف موظف في 24 دولة على 50 براند. 50 براند متوزعين ما بين المطاعم والريتيل والأوتيلات، لعل أبرزهم هو ماكس وسنتر بوينت وهوم سنتر. مش لازم تبدأ كبير علشان تفضل كبير، ممكن تبدأ صغير وتبدأ من الصفر وتوصل لل100. وأول خطوة علشان توصل لل100 هي إن أنت تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب علشان تشوف قصص ملهمة تساعدك وتشجعك إن أنت تبتدي.